عندما تطأ قدمك مدخل هذا المعرض تشعر بهيبة التاريخ المغربي وتنوع تراثه. رواق ضخم بارتفاع 8 أمتار محفور من خشب الأرز، ومنه تتفرع 4 أبواب تؤدي إلى المجالس الداخلية. في زوايا الصالون الرئيسي للمعرض تقدم فرق الموسيقية التقليدية مقطوعات من التراث الفني المغربي. العروض المباشرة التي يقدمها الحرفيون تشكل الموضوع الأساسي لمعرض الأسبوع المغربي التراثي. حرفيون ورثوا صناعتهم وأسرارها من آبائهم وأجدادهم وينقلونها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. القيمون على المعرض يقولون إنهم اختاروا أبرز ما يمثل تراث المغربي الذي هو بمثابة فن للعيش. هذا المعرض يبرز جوانب من التراث المعماري المغربي وكذا المهن والحرف التقليدية المرتبطة بهذا المعمار التقليدي، مع تقديم للجمهور جوانب من نمط العيش المغربي التقليدي، بما في ذلك الطبخ المغربي المعروف بتنوع أطباقه. بعد أن كان من المقرر استمرار المعرض لأسبوع، أعلنت اللجنة المنظمة تمديد فترة أنشطة المعرض لغاية 26 من الجاري، وذلك بناء على توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس. يمثل هذا الملتقى الثقافي مناسبة للتعرف على التراث المغربي من خلال الفعاليات والأنشطة التي ينقلها. إقامة هذا الحفل التراثي في دولة الإمارات أراده منظموه مدخلا للتعرف على تاريخ المغرب وتراثه ورسالة أخوة بين المغرب العربي ومشرقه.